السلام عليكم ورحمة الله. جبت لكم وصفة لذيذة جدا لهريسة الشطة. من ساعة ما عرفتها وانا ما بشيلهاش من على صينية الاكل خالص. طعمها حلو جدا ولذيذة جدا للناس مدمنة الشطة هتعجبهم. بجيب نص كيلو فلفل وبغسله كويس وبنشفه من المية بتاعته، ولو الفلفل فيه فتحات او مخروم كده ما بغسلهوش عشان المية ما تخشش جواه ويعفن. انا هجيب قماشة مبلولة وهمسح بيه الفلفل علشان المية لما تخش جوه في الفلفل هتخليه يعفن معايا. فانا هقطع الفلفل وهخلي بالي وانا بقطعه علشان الحرقان بتاع الفلفل ما يجيش على ايدي. وبعد ما بقطعه بحطه في الكبة واحط عليه راس توم صغيرة، وهحط معلقة ملح، لو عايزة تحطي معلقة ونص بس ما نكترش عشان خاطر لما تتحط الهريسة في قلب الاكل ما تحدقش الاكل معايا. هضربه في الكبة نص ضربة كده، هخليه خشن مش عايزاه ناعم. الفلفل بتاعي يكون ده شكله كده خشن مش ناعم قوي. وبعد كده هنزله في قلب طاسة عشان هحطه على النار. هنزل الفلفل معايا كده من الكبة واحطه على النار. الاكلة دي لو بتحبوا الشطة والله هتكون ادمان بالنسبة لكم. انا رفعتها على النار واحط فيها 3-4 معالق زيت، ولو احتاجنا زيت تاني واحنا بنعمله هنحط شوية زيت كمان. مش هيقول لا الزيت ده هيبقى عامل زي شطة الزيت بتاعة الكشري كده، طعمها جميل جدا. لما بيستوي معايا الفلفل حجمه بيدبل كده وبيقل والزيت بيفصل عن الفلفل، بتكون هي كده الهريسة استوت معايا وجاهزة. وبحطها عندي على الرخامة تبرد خالص، ما ينفعش اشيلها في البطرمان وهي سخنة او دافية، لازم تبرد معايا. ولما بردت انا حطيتها في قلب بطرمان محكم الغلق وهحطه في التلاجة عندي. لو هنعمل كميات كبيرة ونشيله في الفريزر نحطه في بطرمانات، وبس بطرمانات صغيرة ونحطه في الفريزر. انا كده الكمية دي كلها علشان خاطر الفلفل بيبقى طري بينفع يتحط في البطرمان واحد، بس هي الكمية كانت كبيرة مش قليلة، وخصوصا ان الفلفل حراق في الاستخدام هيكون قليل. طعمها حلو جدا للبتنجان المخلل، فظيعة. لو هنضيفها في اي اكلة بنحبها هنحطه او نحطها كده جنب الاكل واحنا بناكل، طعمها حلو جدا جدا جدا. قولولي رأيكم لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش تعملولي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.